تعدلها ولا تقلبها؟ تقدر تقول لي ايه الفرق؟ يا استاذ احمد اتفرج وانت ساكت، مش كل مره بتعمل لنا شوشره. في منتهى الجمال. دي الرؤيه الحديثه، ده الفن بتاع النهارده، كلها احساس. كدابين، كلكم كدابين. فين هو الاحساس؟ فيها ايه من واقعنا؟ فيها ايه من مصريتنا؟ اطلع بره. لا مش طالع. بقول لك اطلع بره. مش طالع. اطلع بره. يا ود يا حمام، مش عارف يجاوب، مش قادر يجاوب، مش عارف يجاوب. باي باي بقى يا سالم، مش هتيجي معايا تاخدي الكتاب؟ بكره اصل النهارده مشغوله قوي. مشغوله ولا كمنك لقيتي عربيه احمد؟ باي باي. اما صحيح بنت طايشه. اهلا يا سيدي. مشغول؟ شويه. خلصت اللوحه؟ ايه ليه كده يا احمد؟ مش عجباني يا سيدي، اعمل ايه؟ دي 10 لوحه تقطعها، يعني المعرض هيتفتح ويتقفل وانت لسه عمال ترسم في صور وتقطعها. اصل الموضوع اللي عايز احققه يا سيدي. عارفه، مش سهل. موضوع الساعه، ضياع الانسان في عصر السرعه والماده، ضياع القيم والمثل والمبادئ امام زحف التطور الجنوني. برافو برافو يا سرية. تصوري كنت فاكر احمد هو اللي بيتكلم. عشان تقدر المواهب، انا ممثله درجه اولى. طبعا. ازيك يا سرية؟ ايه يا استاذ، كله تمام؟ تمام التمام. حتى شوف. لا انت هتجننا معاك يا سيدي، ما بلاش ترسم وتوفر ثمن الزيت والالوان والورق كمان يا عارف. يا عيني يا عيني يا سرية على حكايه الورق دي، بذمتي ما كنت فاكرها. ايه ده؟ ايه النباهه دي؟ ازيك يا يسرية؟ الله يسلمك يا اخي.
اهلا يسريه، ازيك؟ عامله ايه في المدرسه؟ ما تعال يا اخي اعقل. لا انا كده كويس قوي. انت ما نزلتش صورتي في الجورنال ليه؟ ما هو بس اصلي يعني انزل صورتك الحلوه دي واكتب تحتها ايه؟ النجمه الصاعده، وجه جديد يغزو الشاشه البيضاء. او مثلا يسريه تستعمل ربسه. يا سم، لا حلوه. اشمعنى صوره احمد خدتها منه النهارده نزلتها بكره؟ منه قريبك؟ اصل موضوع احمد يخص كل الفنانين الشبان، لكن للاسف حضرته بقاله اكتر من شهرين مش عارف يخلص الصوره اللي هيدخل بيها المعرض الدولي. ازيك يا يسريه؟ انت ساكت ليه؟ لما تخلص سلامات مع يسرية. اصلي بحبها قوي، من امبارح بالليل ما شفتهاش. بسلامته فايق ورايق وحاطلك على المذاكره. اطلعي انت بقى لحسن مامتك تشتغل عليك. لا عن لا، اذنك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا يسريه. وانت كل ما تيجي وتلاقيها عندي ما تبقاش على بعضك؟ اعمل ايه؟ اللي يحب يبان في عينيه. بالذمه ايه؟ بحبها يا احمد، بحبها. ما تبقاش عبيط، فكر في مستقبلك الاول وبعدين تبقى دور على الحب. وراء كل عظيم امرأة، ويسرية هي اللي هتكون ورايا بإذن الله. يا رب والنبي يا رب. الله، لكن قول لي انت ليه دايما عايز تبعدني عنها؟ تكونش ها؟ انا؟ لا يا استاذ، دي تلمستي، ده انا مربيها. ايوه، مش يمكن بتربيها لنفسك؟ ها؟ احنا هنضيع وقتنا في كلام فارغ. احنا لسه هنضيعه، ما ضاع من زمان. تقدر تقول لي يا استاذ سيادتك هتدخل المسابقة ازاي؟ لسه قدامنا شهر. طب اهو فات 3 اشهر وحضرتك ما رسمتش خط واحد. عايز ارسم ازاي بس؟ انا لازم احس الاول. تاكد ان يوم ما الاقي النموذج اللي بيعبر عن الضياع هرسمه. بس كده؟ الليله دي يا عم هاخدك معايا الى معاقل الضياع، تنقي بقى النموذج اللي يعجبك. هتلاقي اشكال والوان من الضياع ايه؟ ما تعدش. انا بحبك، بحبك، احبك، بحبك. أنا بحبك، اعذرني اعذرني، أثر الخطوة وزرني وزرني، أنا بحبك، اعذرني اعذرني، أثر الخطوة وزرني وزرني. وتفكر تهجرني يا عز الحبايب، يا عز الحبايب. انا بحبك. انا بحبك اتدلع واقعد في قلبي وتربع. انا بحبك اتدلع واقعد في قلبي وتربع. العمر كله واتمتع تشوف العجايب، تشوف العجايب. انا بحبك. انا بمسي التماثيل عليك يا فاهم يا راسي. انا بمسي التماثيل عليك يا فاهم يا راسي. اوعك تجرح احساسي، ده انا قلبي دايب، ده أنا قلبي دايب. بحبك. أنا بحبك، اعذرني اعذرني، وأثر الخطوة وزرني وزرني، أنا بحبك، اعذرني اعذرني، وأثر الخطوة وزرني وزرني. وتفكر تهجرني يا عز الحبايب، يا عز الحبايب. بحبك. ياللي بترسم عليا يا ود انا ارسم على 100. ياللي بترسم عليا يا ود انا ارسم على 100. لو اقصدك تغلب فيا ما بلاش متاعب، ما بلاش متاعب. احبك. تعجبني يا ابو رمش معسل، اخوفي لا تكون بتمثل. تعجبني يا ابو رمش معسل، يا خوفي لا تكون بتمثل. الشرط نور ومن الاول فكر وجاوب،
بسرعه يا حلوه، شوف الزباين اللي مستنياك. صالح عنكوش بيه احسن، ده زعل منك امبارح. انا ملاحظ انك مشهور قوي هنا. ما انا بقالي شهرين هنا دلوقتي. ما هي دي معاقل الضياع. امال بتلومني ليه؟ ايه اللي خلاك تختار موضوع صعب زي ده عشان تكتب عنه؟ ايه نساء الليل يعني؟ اصل دول عالم تاني يا احمد، عالم مليان ضياع وحرمان. نفسي اعرف ليه ضاعوا وازاي؟ ليه عاملين زي الخفافيش، ليلهم نهار ونهارهم ليل؟ واكد لك ان دول اقوى نموذج للضياع. بص شوف، شايف البنت اللي هناك دي اللي قاعده لوحدها دي؟ قلت ايه؟ بص لها كويس، دي حاجه اوريجينال قوي. ابسط يا عم، اهي جايه لنا بنفسها. نساء الجمال يا اهل الجمال. اهلا سعدوله، اعزك. اهلا. الاستاذ احمد حمدي الرسام المشهور. يا مرحب، اهلا وسهلا. انا ما بشربش كونياك غير من ابو سته، صحتي ما بتجيش الا عليا. لا مؤاخذه يا بنتي، عينيا مخالي سيجاره ابو سته. يا اهلا باللطافه والظرافه. اهلا. جرسون، ازازه للست. جرسون، ازازتين للست. انا ما احبش اشوف الكاس فاضي ولا احبش اشوفه مليان. يعني ايه؟ يعني لما يكون فاضي اروح مليان، ولما الاقيه مليان اروح شربان. صحتك. استاذ خليك معانا. لا المخدة. قول لي يا حنكوش، ايوه يا روحي. بنات العماره وبدينا في التانية يا حياتي. امال فين الحلال؟ ستيانو اخر قضايا ترياو جاي من بيروت بالطياره. انت لسه بتملى شنط من بيروت وتفضيها في مصر؟ امال روحوا شارع الشواربي واتفرجوا. شوارب ايه؟ ما خلاص راحت عليه. وشواربي دول لا يقعد للابد. رجع لك حالك. وانا قاعد لك يا روحي، انا قاعد اهو. مساء الخير يا زهر. اهلا يا وزه. اهلا يا اختي، اقعدي. الاستاذ عادل بتاع الجورنال، وصاحبه الاستاذ احمد بتاع الرسم. هي راستك عظيمه قوي، كنت احب انها تقعد وقت اطول. ما هي قاعده يا اخويا اهي، ما تطلب لها حاجه بقى. ويسكي. ويسكي ايه؟ الله، حلوه قوي الولاعه دي. اتفضل. ميرسي. ايه يا شعباس؟ مالك يا عنكوش بيه؟ ما انا بعتها لك. هي دوب مرت عليا مرور الكرام وسلام، ومن ساعتها وانا قاعد مستني. نفسي اتهنى يا عباس، نفسي اتهنى. بسرعه. اسمع كلامه يا عباس. صحتكم. هاتك. ايه؟ عجبتك؟ الحقيقه انا عاوز اقول ممكن تحتفظي ده؟ يمكن الدنيا برد عليك. متشكرة. وليه رجاء بسيط صغير عندي. عارف، اتعشى معاك ونخرج سوا. لا مش كده، انا عايزك تهتم بصحتك. حكى عليك. اصل اول مرة اسمع ان واحد مهتم بصحته. عن اذنك. ايه مالك؟ هي دي. استرها اللي بتستر. ما نقتش غير دي. احساسك ساب كل ده وما حطش اللي على دي. ايه؟ زينب دي لا تعرف رسم ولا نقش، دي شعنونه ما تقدرش تقف قدامك زي التمثال عشان ترسمها. دي بت على كيفها، دي زي فرقع لوز ما بتقعدش دقيقتين على بعضها. هدفع لها يا اخي. والله يا صاحبي اذا كانت دي اللي هتكسبك الجايزه حاول. يا زهره. نعم ايه؟ اهلا يا حنكش بيه. اهلا. يا مرحبا.
انت كنت الليله دي. بتقول بكره. انت عارف الوقت ضيق، خليها تحاول معايا تاني. لازم. في صحتك يا جميل، انا بقول يا جميل. ايه رايك نتعشى ليله سوا؟ ومال ب10 جنيه. باين عليها مزرجنه. طب وبعدين؟ اقول لك انا هقعد لها الليله دي، مش هروح الا لما اقنعها. طب اسيبك انا بقى. ايه رايك يا جميل في العشاء؟ طبعا اذنك ازحلق زبون. زحلقي يا روحي زحلقي. بقول ايه؟ بتاخدي ازازه من ابو ستة على حسابي، ارخص. ايه الحكايه؟ اطلع بعدين هقول لك. انا مش فيا ولا كلودي، انا راجل. فين الست جوزي؟ ايه يا حنكوش بيه؟ مش كانت زينه بعد معاك؟ هي كانت معايا، قلت لي هزحلق الزبون، زحلقت انا. تعالى يا مسعود. انا مسعود. نعم يا فندم. فين البت زينب؟ خرجت. خرجت ازاي يا مغفل؟ تعرف البت زينب خرجت مع مين؟ مع مين؟ مع الواد الرسام صاحبك. بس اقفلي بقك بقى. اقفل بقى ازاي ولا ازازه فاضيه تفاوت؟ ده خالي ابو ستة. من عينيا. انت ساكن في المتحف؟ اوضه النوم هناك ايه؟ انا جاهزه يا استاذ. انت يا استاذ ايوه لحظه. ما تيجي بقى يا اخوي. انت بتعمل ايه عندي؟ تعالي انت هنا. اجي اعمل ايه عندي؟ تعالي بس. طيب اتفضلي. اتفضل فين؟ اتفضلي هنا. ليه؟ والسرير مال؟ اصل انا هرسمك. ترسمني؟ عندك مانع؟ طب بشرفي اللي ما حلتش غيره. انا ورد عليا كتير الا حكايه الرسم دي. موافقه ولا لا؟ طب ما تزعقش. اقعدي. وادي قاعده. مش كده، فوق فوق. على ركبك كده اهو، كده اهو. ايوه. ايديكي تحت. مش كده. وانت كده ايديكي كده. ايوه. وشك ناحيتي. استني كده. اوعي تتحركي. ها؟ ليه؟ انت ناوي ترسمني فوتوماتون؟ انت ناوي ترسمني فوتوماتون؟ اوعى الصوره دي تقع في ايد بتوع الاداب لا تبقى مصيبه.
تبحبحها شويه يا اخ. انت ساكت كده ليه؟ عايزاني اقول لك ايه؟ قولي تركني على الجنب التاني لحسن الجنب ده وجعني وكبس عليا النوم. صبرك عليا بس لغايه لما اخطط اللوحه. يا دي الليله اللي مش فايته. يلا يا حبيبتي الفطار جاهز. عايزه اثر الجيبه دي شويه يا ماما. اكتر من كده يا بنتي تبقى فضيحه. تبقى مين يجيب؟ كل البنات بتلبس كده. خليكي انت في نفسك وبس، ما تبصيش لغيرك. طيب يا ماما، باي باي. مش هتفطري؟ لا. ومستعجله ليه؟ عشان الحق اعدي على الاستاذ احمد يشرح لي درس الانجليزي. وعلى ايه يا بنتي تقلقي الراجل على الصبح؟ استني لما ترجعي. ما اقدرش يا ماما قبل طلب الواجب النهارده. يا بنتي الراجل يكون نايم ولا حاجه. اصحيه. انت جننتي؟ اتفضلي انزلي على المدرسه على طول. حاضر يا ماما. يلا انا وراكي. صباح الخير. صباح الخير. انا نمت هنا. شفتك امبارح تعبانه فما رضيتش اصحيكي. امبارح؟ هي الساعة كام؟ الساعه 1. يا خبر. ايه؟ لا ابدا ولا حاجة. حصل ايه؟ آسف اللي أخرتك. لو كنت أعرف إنك مرتبطة معاه كنت صحيتك وقت ما تحبي. على العموم دي غلطتي انا. طيب هشوفك إمتى؟ ليه تاني؟ عشان نكمل اللوحة طبعا. لوحة؟ ما هي لازم تكمل أرجوكي. على العموم لو فضيت هجيلك.
مين ولا خرجت معاه امبارح؟ زبون. انا مش عايزك تخرجي مع حنكوش بيه. هم كلهم زفت زباين. وريني دفع لك كام؟ اللي دفعوا هو انت ما بتشبعش. البت دي مش رقدت 3 اشهر البيت، تاكل وتشرب تتعالج على حسابي. هو انا رقدت من ايه؟ مش من المر اللي انا عايشه فيه. ومين رماكي على المر؟ اللي امر منه يا اخ. خد وريحني. يعني لازم تفوري دمي على الصبح. انا بدقق معاكي علشان ايه؟ خايف عليكي طبعا. متشكره، قلبك فيه الخير. وشرفي لما لقيتك اتاخرتي. قلت لازم الواد يعمل معاكي فصل بايخ ولا وقعت في ايد البوليس. قمت كلمت المحامي وبعت العيال يدوروا عليكي. طول عمرك اصيل وابن ولا مالوش لزوم. ومالوش لزوم ليه؟ عايزين حاجه يا بنات؟ عايزين سلامتك يا بيه. تنسيش معاد جروبي. وعد هنروح منه فين؟ فقر، غنى، حزن، فرح، يالا كله مكتوب على الجبين. بطلي بقى، انت كل يوم هتقعدي تندبي كده، كفايه. ده كلام برلنتي، كلام حقيقي بكره تعرفي قيمته. طب اوعي من جنب الشباك لا تاخدي هوا. يا ريت الهوا غلاب بس مش قادر يغلبني. سمعهوس زهرة هتغني. كل اللي حبت نصف وانا اللي وحدي شكيت. يا عيني يا عيني، حتى اللي رحت اشتكيله قال لي ليه حبيت. انت لازم يا يسرية تنتبهي لمذاكرتك. احمد بتاعك ده مش هينفعك. انا باخد احسن نمر لكن ما بذاكريش. المهم النجاح مش المذاكره. يسرية عن اذنك. اما صحيح بنت طايشه. ايه اللي جابك هنا؟ ابدا، ده انا كنت رايح مشوار هناك لقيت نفسي هنا. ازيك يا يسرية؟ انت ما تفرقش بين هنا وهناك؟ يا ستي الدنيا كرويه واللي يمشي يا ما يشوف. يعني ما تمشيش غير من قدام المدرسه؟ اصله اقرب طريق. وطبعا رايح لاحمد زي كل مره ونونس بعض في السكه، مش كده؟ كده تمام. ازيك يا يسرية؟ الله يسلمك. انا كنت عايزه اونسك آه. بس يا خساره رايحه مشوار لماما. باي باي. بس أعوذ بالله يا بي يا ساتر. نو يا أستاذ أحمد، نو. حرام عليك يا راجل، هو كله كده فن. مفيش حاجة جماهيرية؟ ارسم سما وبحر مثلا، غصن ورد مفتح، مانيكان، بت حلوة، بلبل حيران على الشجر. يا سيد برعي دي كلها حاجات ما فيهاش اعماق. وحد قال لك ما ترسمش أعماق؟ عندك أعماق البحر، فيها البيوت بتاعت السمك واللولي والمرجان، اهي دي الحاجات اللي تتباع فورا. اهلا، السلام عليكم يا استاذ برعي. اهلا يا استاذ، مش تعقل صاحبك ده. ليه خير؟ كل اللوح اللي بيرسمها فنيه قوي، والزبون بتاعنا عاوز المنظر الحلو عشان نفسيته ترتاح، مش فاهمه هو في الفن. انا اسف يا استاذ احمد، لكن برضه انا زي اخوك ويهمني مصلحتك. طب تصدق بالله انت لو رسمت بغبغان بريشتك الحلوه دي يتباع هوا. انا لسه بايع 4 براويز كروكليه، منهم واحده كابورليه، انما ايه كلها افيه، اول ما حطيتهم في الباترينا اتباعوا هوا. دي الحاجات اللي بتتباع يا سعاده، انما دول كلهم ما فيهمش ولا صوره تكسب مليين. انما ولا مؤاخذه يعني، حضرتك كاتب اسمك كبير كده ليه؟ انت كنتش فاكر نفسك عبد الوهاب ولا ام كلثوم ولا شكوكو؟ يا استاذ خليك متواضع وارسم اللي بيعجب الزبون، انا اضرب السوق. انا ما برسمش السوق. طب يا اخويا مع الطلاق، سلام عليكم. اتفضل. بيتاجر في الفن، عايز نرسم له ورده ولا شجره ولا بغبغان، اقنعه ازاي عشان يشتري؟ والله يا احمد ان ما اشتراش منك هيشتري من غيرك، هو هيستناك. الرسامين على قفا من يشيل. بص، الضياع اللي هيوصلني للجائزه الاولى دي الفرصه اللي كنت بحلم بيها. من اول نظره حسيت بيها وطلع احساسي سليم. انت عارفه الشنطه دي بتكسبني كام يا ماتي؟ 50 جنيه وصافي.
يعني الحمد لله والحمد لله معايا فلوس يا روزي. هعديها فين؟ وانا لازم اصرفها. لازم اصرفها على اللطافه والظرافه والخفافه وملكه الانام. اشربي يا زينب، اشربي. هي العمليه ايه غير شويه فتاكه؟ ها؟ ابعت الستات بتوعي كل ست بشنطه تملاها مستوردات والتانية جايه من بيروت. مكسب حلال. اللي بيدفعوه في بيروت بديهولهم في مصر. بالشرف بالامانه عايشين كلنا. انت ما بترديش ليه؟ انت نمت يا زينب؟ زينب مصعصعي معانا يا زينب. زينب على ايه؟ على المعلم حنكوش تاجر الشنطه اللي باني عمارتين من الشرف والامانه. يلا يلا انا جاهزه. استني يا زينب، استني. ايه؟ اقعدي بس الاول. يو بقول لك سبت حنكوش علشان خاطرك. ايوه بس انت تعبانه يا زينب. يا اخويا تعبك راح. يلا خلصت. ولا مالكش مزاج ترسمني؟ ها؟ مالكش مزاج؟ لكن انا ليا مزاج اترسم. اعمل ايه؟ مش بايدي. اصل اتعودت على الرسم. يسرية فوقي بقى يا حبيبتي، بلاش كسل. يا ماما تسيبيني انام النهارده الجمعة. صباح الخير. صباح الخير. مالكش مزاج ترسمني تاني؟ ها؟ ما تصحي بقى يا يسرية. بقى يا ماما عايزة مني ايه؟ قومي يا بنتي ساعديني ولا ذاكري لك شوية. اذاكر؟ اذاكر. الاستاذ احمد زمانه صحي، اما راح راجع معاه درس الانجليزي. انت ساكنه فين؟ في بنسيون صغير. مع حد من اهلك؟ انا ماليش اهل. ازاي؟ خلقة ربنا. ابويا طلق امي وانا لسه صغيره. قامت امي زهقت من الدنيا وماتت. فضلت انا لطش في الدنيا والدنيا تلطش فيا لحد ما اشتغلت عند عباس. وتوته فرغت الحدوته. حلوه بقى ولا ملتوته؟ هي ملتوته طبعا، بس كويس انك انت يعني مش واخده الحكايه بازمه. لازم كده علشان اقدر اعيش. امال هقلبها دراما زي بتوع السيما؟ ارسم يا استاذ ارسم. مشغول؟ شويه. كنت جايه لك تشرح لي درس الانجليزي. بعدين بعد دور هبطلع لك. بترسم ايه؟ يسرية هقعد اتفرج من غير ما تتكلمي. ها؟ حاضر. لو سمحتي. انتي تعبتي؟ لا ابدا. استريحي شويه. هعمل لكم شويه شاي. تسمح لي اعمله؟ لا انا اللي هعمله.
انا عارفه المطبخ كويس جدا وعارفه البيت حته حته. خليك انت، انا اللي هعمله بنفسي. نسيت اعرفكم ببعض. يسريه بنت جيران، اشقى بنت في الحته. مدام زينب المدير الجديد. حلوة الصورة مش كده؟ احلى من الموديل بكتير. وانتش فاهمك في الرسم. يعني لازم اقلع عريانه واعمل موديل عشان افهم في الرسم؟ لا ده انت باين عليكي لمضة قوي. امال فين زينب؟ انت لبست ليه؟ الظاهر ان تلمستك مشتاقة للدرس. لازم اتلمضت معاكي. واهدي كمان عشان تتلمض معايا. ما تزعليش منها، اصلها متعودة على كده. ايه ده؟ أجرة الموديل. بس انا ما اترسمتش. هشوفك امتى؟ تحت امرك زي ما تحب. بكره زي دلوقتي؟ ان شاء الله. فوتك بعافية يا شاب. مع السلامة. انت اتلمت معاها قلت لها ايه؟ ما قلتلهاش حاجه. هقول لها ايه يعني؟ ليه يا شيخ؟ والله يسرية، انا عايز لما يبقى في ناس عندي ما اجيلكش مش كده؟ ايوه، لان دول مش تلامذة، دول موديلات شغلتهم كده، ومش عايزك تختلطي بيهم خالص. يعني هي وشها احلى من وشي عشان ترسمها هي؟ بعدين ابقى افهمك. يلا اطلعي دلوقتي يلا. ودرس الانجليزي مش هتفهموني؟ هبقى اطلع لك. يلا يلا بقى بلاش لك يا عم. يلا. الكتاب. وعد كله مكتوب. حب كره. هنروح منه فين؟ ما قلتلك ما كنتش مصدقة. ودلوقتي صدقتك. انت يا بنت كده مرسومة على خلقتك انك هتحب الواد الرسام. ايوه يا زهر، حنين ويستاهل الحب. اياك اتفرقت في قلبك يا زينب. انا قلبي كان طول عمره مقفول. خليه مسكر يا بت، ما تعمليش زينا. اللي ضيعنا هو الحب. ده غير الرجاله كلهم. بيتهيألك يا ضنايا، احنا اتخلقنا عشان نبيع الحب، ويوم ما نستطعمه هنلاقيه مر ومر من المر كمان. اهلا يا احمد، ما تيجي. ازيك يا عادل؟ عال قوي. ايه عامل ايه؟ اخبار الضياع عندك ايه؟ زينب بقالها 3 ايام ما جاتش، والوقت قرب. ما انت عارف دول زي العرايس اللي بيحركهم واحد بخيط. تقصد عباس؟ مظبوط. مين فيهم تقدر تعصي اوامر عباس؟ ده راجل مجرم. اسمع يا عادل، انا في موقف حرج ولازم تيجي معايا لزينب. ها؟ ولا انت خايف؟ انا؟ ابدا، انا خايف عليك انت. انا راجل صحفي محدش يقدر يكح معايا، خصوصا الارتيست. خلاص يبقى هتيجي معايا. طيب بس انا عندي شغل بالليل. ما هو هناك شغل برضه، ولا نسيت يا حضرة الصحفي؟ ما نسيتش. امري لله.
طبعا يا زينة. اهلا اهلا مساء النور. اهلا زينب. انا جيت عشان اطمن عليكي. عليا ولا على اللوحه؟ على اللوحه طبعا. لا 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 ابدا، انت عندي اهم من كل شيء. بتقولها من قلبك؟ انت عندك شك؟ يعني صدقيني انك وحشتيني. صدقيه واساليني انا، ده طول الليل ما بينامش، يقعد يهلوس زينب 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 زينب. معذور، فاضل شهر على المعة. اصل انا هو ملوش دعوه، مسافر اكتب حاجة دي. خدي. تعالى. بقول لها تعالي احسن لك. انا معلمها. انا معايا. في ايه يا استاذ؟ انا مش هفيه، انا مش كروديا، مش تيجوا انتم اسحل انا. قومي يا استاذ ما يصحش كده. مالكش دعوه بيا، تجنب غضبي، انا عصبي، انا نرفز، انا اخبطك بصباعي ده اجيب اجلك، فاهم؟ قومي معايا. مش هتقوم معاك كده انت بتتحداني؟ الله، شيل جوافة رجلي. نعم. طب اهدى بس، يلا اتفضل روح اجري اقعد بقى يلا. خد. الله يخرب عقلك يا جدع، اتنيل على عينك بقى. ولا شيء. البدلة تقطع، البدلة تقطع، البدلة تقطع. اهي زي ما هي. زي ما هي يا حرامية، والله ما نعتقكم. حلوة هايلة. دير رائعة. ده مش مستورد ده. نعم. نعم ايه؟ انت مش كنت بتنده عليا؟ عند عليك فوت يا زينة. اطلعي فوق لحسن مامتك تشتغل عليكي، وقفلي الباب وراكي. نعم. الله، انت لسه هنا؟ انت زعلان مني؟ لا. امال بتكلمني كده ليه؟ يا خبر، انت متعور؟ ايه اللي عورك؟ اتخبطت. اتخبطت فين؟ في الباب. انهي باب؟ وبعدين معاكي بقى، انا مش قلت لك اطلعي نامي؟ دي اخر مره تنزلي بالشكل ده وانت بتحط حاجه على كتافك. يلا.
زينب. انا اسفه يا احمد على اللي جرى امبارح. مش مهم. بلاش تيجي انت المحل. ده محل عام ومحدش يقدر يمنعني ابدا. انت مش بتاع البهدله دي يا احمد. اسمع كلامي، انا اجيلك وقت ما تحب. عايز تكمل امتى؟ وبعدين انا يسرية عن اذنك، اما صحيح بنت طايشه. ازيك يا يسرية؟ سلامتك، مين اللي عورك؟ ابدا، ده انا كنت بلعب ماتش مصارعه في النادي. اصل انا بطل مصارعه. انت كنت مع احمد؟ ها؟ هو قال لي فتان بشكل احمد ده، وطبعا نسي يقول لي كان عملت ايه. حاكم محسوبك بقى. انضرب لما شبع. كذاب، ده انا اللي دافعت عنه. ده لولايا كان هو انضرب لما شبع. وعشان ايه ده كله يا عادل؟ اصل الموضوع يا ستي يعني هو مش معقول نقف نتكلم في الشارع والناس كده رايحه جايه. تحب نروح فين؟ تعالي. ازيك يا يسرية؟ وبعدين معاك يا عادل، ما تتكلم بقى يا يسرية، الموضوع بصراحة هي مشكلة واقع فيها. أحمد؟ لا أنا قصدي واحد صاحبي بيحب واحدة حلوة زي كده، ونفسه في شقة صغيرة عش هادي يجمعهم سوا هما الاتنين. لكن احنا جايين نتكلم على صاحبك ولا على أحمد؟ فكرتيني، تصوري كنت ناسي. اتفضل كمل. تشربي ليمون؟ شربت ليمون وكوكاكولا وكلت جلاتي. يبقى مفيش غير الاسباتس، هو ده اللي يهضم. يا ايه رايحه فين؟ مروحه. اصل الحقيقه مشكله صاحبي عايزه حل. خلينا في احمد ارجوك. انت مهتمه قوي باحمد كده ليه؟ مش صاحبك؟ صحيح معاكي حق. ها قول. بقى احمد يا ستي جالي وزعلان قوي. قال ايه؟ زينب بقالها كام يوم ما جاتش، وطلب مني اروح معاه الكباريه. فروحنا. زينب شافت احمد جات له جري وسلامات واشواق واحضان وقبل كده هو بالظبط. لو ما كانش دراعي مجزوع. الأستاذ أحمد هنا؟ أيوه، بس في الحمام بيستحمى. ما تاكلي يا بنتي، الأكل هيبرد. ماليش نفس. مالك يا حبيبتي، كفلنا الشر. خدي بالك من حنكوش بيه، كفايه اللي جرالي من تحت راسي. بس أنا تعبانة. نعم. ايه النغمه الجديده دي بقى؟ إيه؟ مش من حقي أتعب؟ الليله تصالحي حنكوش بيه، وبكره ابعتك للدكتور. قلت لك تعبانة، ما خدش يوم راحة. أنت ما بترحمش. ما تقولي كده بصراحه انك مش عايزه تخرجي مع الزباين. أديك فهمتها لوحدك. خلاص استكفيتي. الواد الرسام مال عينك. مش شغلك كده. أيوه، ومن بكرة هقدم نمرتي وأروح. ما تكونيش فاكره نفسك فنانه يا بت. ما تقوليش يا بت. حلوه دي. امال اقول لك ايه يا ستي هانم؟ أنا هانم غصب عنك. انت نسيتي اصلك يا بت. بت لما تبتك. خلاصي. لم لسانك يا عباس، أنا أشرف منك. خلاصي. مسعود خدوا الواد اسماعيل ونحاول بنت زينب وغرجروها على هنا بسرعه. حاضر يا فندم. انتوا ايه؟ شوفوا شغلكم. يلا بسرعه. جاتكم نيله فنانات اخر زمن. ايه الحكايه؟ هو البار صفصف عليا ولا ايه؟ اوعى تفتح، عايزين يقتلوني. مين هم؟ رجالة عباس جايين ورايا في الشارع.
مش الواد اللي ضرب حنكوش بيه؟ ايوه. يلا نجيبها. دي غلبانة، سيبها في حالها. طيب وعباس؟ هو يتصرف. يتصرف. اطمني اطمني، ما تخافيش. طول ما انا جنبك محدش يقدر يأذيكي ابدا. اهلا احمد ابن حلال، ده انا كنت لسه جاي لك علشان اقول لك على اهلا اهلا، اتفضلي اتفضلي، احنا اخوات. اهلا. ازيك يا احمد؟ اهلا بيك. بما اننا اخوات فسيادتك بقى هتروح تقعد في شقتي وانا هقعد هنا. ليه؟ اوعى تكون مش دافع اجرة الشقة. عباس صاحب الكباريه مسلط رجالته علينا، مش عايزني اقابل احمد. وجايز يضايقونا. انا مش خايف منهم، انا عايز اخلص اللوحه قبل ما يجي ميعاد المعرض. تحت امرك، هروح دلوقتي حالا. استنى بس من غير ما تضايق يسريه. كل ثانيه والتانيه زيك يا يسريه زيك يا يسريه. حاضر، من عينيا الاثنين. ما انا عارف عينيك دي اخضر من لسانك. لا لا بالشرف، ما تخاف. اول ما اشوفها هغمض عينيا وانجم لساني. عن اذنك احضر الشنطه. قد كده خايف على يسرية من صاحبك؟ اصل عفريت. اهلا. ازيك يا يسرية؟ امال فين احمد؟ ما تتفضلي. هو راح فين؟ هو راح اصله في اسكندريه علشان اللوحه، مأموريه مستعجله. ما قاليش انه مسافر. ولا قال لي، اصله سافر فجأة. يسرية، الله، مالك زعلانه ليه؟ لا ابدا، اصل الامتحانات قربت واحمد كان بيذاكر لي. من الناحيه دي اطمني، احمد وصاني افهمك كل الدروس لغايه ما يرجع. الجغرافيا والتاريخ والحساب والعلوم والعربي والانجليزي، خصوصا بقى الانجليزي. اصل انا في الانجليزي حجه، مرجع، قاموس. How are you? Thank you. How do you do? I love you very much. ووصاني كمان بعد ما افهمك الدروس افسحك علشان تغيري جو، اوديكي سينما، مسرح، امشيكي على النيل شويه. ايه تحبي اذاكر لك الاول ولا افسحك الاول؟ متشكره قوي. لا شكر على واجب، انا تحت امري. انا من ايدك دي لايدك دي. يسرية، يسرية، ازيك يا يسرية؟ مسرجنة قوي. اهلا يسرية. ايه اللي في الذوق دي؟ فين زينب؟ رد بسرعة. زينب؟ زينب مش بنت عم حسين السمكري؟ ها؟ واحمد فين؟ احمد في اسوان. خد زينب معاه؟ والله ما عنديش فكرة. بيعملوا ايه في اسوان؟ بيصيف. انت بتستهبل؟ طب سيبنا عليه. اسكت هلا. يا لهوي انا اتكلمت. يكون في معلومك اني هفرمه وافرمها. طيب بلغهم كده، انا وراه الزمن طويل. الله يخرب بيتك. برافو يا عادل. الحقيقة أنا كنت فاهم إنك مش هتصمت في موضوع زي ده. ليه يا فندم؟ هو أنا شوية؟ لا مش قصدي، إنما إنك تقوم بعمل صحفي لرعاية نساء الليل، ده كلام مش سهل أبدا. ناس كتير غيرك قاموا بالموضوع ده وما فلحوش. أصل أنا يا فندم عايش في التجربة مظبوط، وياما انضربت علق. أنا معجب بيك جدا يا عادل، بس خايف عليك. ليه يا فندم؟ يمكن تتعود السهر معاهم والعطف ينقلب بحب. لا يا فندم، من الناحية دي اطمن قوي. أنا أصلي هتجوز قريب إن شاء الله، بمجرد ما انتهي من التحقيق الصحفي ده. طبق الأصل
اهي دي اللي تاخد الجايزه في المعرض. اتفضلي. مع السلامه يا استهاني. حته مشفيه معتبره يا استهاني. مع السلامه. خدمه تانية يا ست هانم. مع السلامه. احلى حاجه عندي يا استهاني. مع السلامه. صباح الخير يا طنط. اهلا وسهلا يا عادل يا ابني، اتفضل. اي خدمه؟ متشكر قوي. لو سمحتي بس عايز ابره طابور الجاز. من عينيا الاتنين. يسريه يسريه. نعم يا ماما. هاتي ابره طابور جاز للاستاذ عادل. انت مش عندك بوتاجاز؟ اصل انبوبه البوتاجاز خلصت وانا بطبخ. اما عامل حته دين صينيه بطاطس تاكلي صوابعك وراها. وتتفضلي تتغدي معايا. لا ميرسي، انا عامله ريجيم. لا يا يسريه، مش كويس يا طنط الرجيم، يضر بصحتك. قولها يا ابني. ومش عرفني في الموضه. ما تكونيش فاكره نفسك فنانه يا بنت. انت نسيتي اصلك يا بنت؟ جاتكم نيله فنانات اخر زمن. حته مشفيه معتبره يا استهاني. اتفضلي. احلى حاجه عندي يا استهاني. امال اقول لك ايه؟ يا ست هانم انت نسيتي اصلك يا بنت؟ حلو يا بنت. امال اقول لك ايه؟ يا ست هانم. اتفضلي. خدمه تانية يا ست هانم. مع السلامه يا استهاني. اهلا وسهلا يا ست هانم. مع السلامه يا استهاني. ازيك يا يسريه؟ ازيك يا طنط؟ اهلا يا حبيبي. نعم، اي خدمه؟ عايز ابره الوابور ولا عايز المصفى؟ لا عايز ابره الخياطه. اصل زرار القميص ملخلخ شويه. هاته يا حبيبي وانا اثبت لك عليه. متشكر قوي يا طنط. تعال. تسلم ايديك يا طنط. ربنا ما يحرمني من ذوقك وانسانيتك يا طنط. يا اجمل طنط في الدنيا. مالك يا احمد؟ ما بترسمش ليه؟ مش عارف، وشي اتغير. ايه ده؟ يعني انا ركبت غيره؟ اسمع، ما ترجعش هنا الا اذا جبت لي عنوان الرسام. فاهم؟ فاهم يا فندم. ما تتعبش نفسك، انا جيت لك اهو. عايز اتكلم معاك لوحدنا. اخرج انت. اسمح لي. اتفضل. فين زينب؟ طب افهم بس ايه اللي غير الاوضاع؟ ما انت قاعد عندي مستقر وانا قاعد هنا اخر انبساط. مفيش داعي، لاني خلاص اتفقت مع عباس. اتفقت مع عباس على ايه؟ زينب هترجع الشغل وهتجيلي عشان اكمل اللوحه. ترجع الشغل؟ ليه؟ زينب وشها اتغير خالص يا عادل. الضياع والحزن اللي كان مالي عينيها راح. لكن دي بتحبك يا احمد، ازاي تعمل كده؟ انا خدتها عشان ارسمها، ما كنتش عارف ان العلاقه هتوصل لكده. طب وهي؟ دي انسانه برضه وليها عواطفها. انا لازم اخلص اللوحه والحق المعرض في ميعاده. تفتكر ان الفنان عشان يوصل لازم يتجرد من الانسانيه؟ بلاش فلسفه. بعد ما خليتها انسانه شريفه وحسستها بكرامتها عايز ترميها تاني في جهنم؟ ما طول عمرها عايشه فيها. وما سبتهاش عايشه ليه مطرح ما كانت؟ حد قال لك تاخدها وترميها؟
هي لعبه في ايدك؟ جرى يا عادل، انت خايف على موضوعك الصحفي؟ بلا موضوع بلا هباب، انا الغيه احرقه اذا كان ثمنه ضياع انسان. ده تصرفي الشخصي وانا حر فيه يا اخي. احمد 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 فين؟ مش موجود. عملت لي ايه؟ هو اللي عمل معايا معروف ما انساهوش طول عمري. تصوري يا ستي، جالي المحل النهارده وعامل معايا اتفاق بكلمه شرف. احمد يتفق معاك انت يا مجرم؟ وحياتك عندي. وبالاماره دي شقه صاحبه عادل، وانتي كنت عند الكوافير، وهو شال هدومه ورجع شقته تاني. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. عاوز يكمل صورتك ومش عارف. لما امتنعت عن السهر والصرمحه راحت اللمسات الفنيه والنظرات الكلاسيكيه والخطوط الرومانتيكيه ومش عارف ايه هي وايه هي. قاعد يقول لي اصطلاحات كتير. المهم احنا اتفقنا سوا عشان ترجعي الشغل، علشان وشك يرجع يتمرمط تاني، وكده تبقي تروحي له علشان يرسمك. انا مش نازله من هنا، مش نازله من هنا، مش نازله. هو مش راجع هنا تاني. اسمعي مني يا أبو. اسمعي يا حبيبتي، انا اضمن لك وابقى لك. لا تدور هو، لا تدور هو، لا تدور هو. لا لا لا، احنا بينا وبين بعض معاملات توديك السجن حد. وانت يا اختي ما تقوليش عليا. قومي يا شاطره قومي، ربنا يهديك. قومي. رائعة يا أستاذ أحمد، في منتهى الروعة. يعني خلاص ممكن اسافر؟ طبعا، في خلال أسبوع هتكون في الطيارة مع لوحة الضياع، وأنا واثق إنك هتفوز. متشكر أوي يا أستاذ عبد الوهاب، ده كله فضل تشجيعك. قول لي بقى، هتعزمني إمتى؟ تحت أمرك يا فندم، أي وقت تحدده. على إزازة ويسكي. خليهم 2 يا فندم. يبقى خلاص، الليلة دي. الليلة دي. وخير البر عاجله. خلاص. مالك يا احمد؟ الباب مش عارف يتفتح. هات المفتاح. تعرفي تفتحي؟ ايوه. انت شارب كتير؟ مش كتير. تعالي. لا انا طالعه. انت ايه؟ خايفة مني؟ انا عمري ما كنت بخاف منك. امال مش عايزة تيجي ليه؟ اصل دي اول مره بتقولي تعالي. عشان دي أول مرة أشوفك حلوة. وانا زعلانه منك. ليه؟ مش عارف ليه. زينب. زينب؟ بقى بتغيري من الموديل؟ دي حاجة تانية خالص. ده طول عمري بحبك يا يسرية. صحيح يا احمد بتحبني؟ يسرية 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 يسرية
مفيش وقت نندم على اللي فات، مفيش وقت نملى بحياتنا نهار، مفيش وقت نندم على اللي فات، مفيش وقت نملى بحياتنا نهار. ده العمر بس لو كان له اسم واتقابل مع قلب حبيب يبقى له معنى وش معنى احنا يعيش ما بينا الحب غريب. يعني مفيش وقت تلف بيا واجري وراك، ايوه مفيش وقت بتحبني ريحني معاك. مفيش وقت الدنيا حلوة مش عايزة أسوأ، وبجيب القسوة حرام، أيام تعدي خد منها ود على هواك ماشي الأيام. يعني مفيش وقت. لو دمع سال على خدي شيء، ايوه مفيش وقت. منين أجيب لك تاني شباب؟ مفيش وقت الحب صدفة جمعتنا صدفة، وعشت وياك قلبي صديق، كنت الليالي ومن العلالي نزلت عالشوق قلبي جريح. أصل مفيش وقت حب من كتر العشاق، أيوة مفيش يا وقت سايبني في عز الأشواق. مفيش وقت مفيش وقت مفيش وقت مفيش وقت مفيش وقت. ماما ماما كلميني يا ماما. انت زعلانة مني؟ بكرة احمد هيرجع وكل حاجة هتتصلح. احمد هيتجوزني، صدقيني يا ماما صدقيني. مش قلتلك تلف وتيجي هنا؟ كان لازمته ايه المشوار الطويل ده؟ يا ما رحنا مشاوير على الفاضي. قومي اتلحلحي شوفي لك كاس نظيف مشي حالك يا بنت. قومي مين يا نيسا؟ اللي يشرب لوحده يزهق. هات ازازه. تعال هنا رايح فين؟ شوف خلاص لا دي خلصانه والحسابك. ما تاخديش على خاطرك قوي. حنكوش زي عباس زي احمد كلهم قبالسه ياكلوكوا لحمه ويرموكوا عظم. لا يا زهر ما تقوليش كده، احمد حاجه تانية. يا بنت فوقي بقى، هو اللي جرالك ده كله من مين؟ مش من سي احمد؟ يعني خلاص كل حاجه راحت
احمد ما بيحبنيش. ليه؟ ليه يا زهرة؟ هو انا مش بني ادم؟ انا احسن من الكل، احسن من الكل. انا زينة، انا زينة يا زهرة، انا زينة، انا زينة. يسرية، انا جايب لك معايا خبر هيفرحك قوي، بس مش ممكن هقوله الا لما اخد الحلاوه الاول. وبعدين بقى احنا اتفقنا على ايه؟ انا تعبتك معايا قوي. انا يا ست غاوي تعب، انا بموت في التعب. هاو ار يو؟ هاو دو يو دو؟ اي لاف يو. اهو كده. شوفي لما بتضحكي الدنيا كلها بتنور ازاي. يا بختك يا عادل، يا بختك. اهو انا بالشكل ده خدت الحلاوه مقدما. اسمعي بقى يا ستي، فاز الفنان احمد حمدي بالجائزه الاولى في المهرجان الفنون التشكيليه بموسكو. اهو بصي. ورجع امتى؟ يوم الجمعه. تيجي نروح نقابله في المطار؟ يا ريت. بس على شرط. ايه هو؟ يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول يعني لو انا وانت يعني او انت وانا يعني مش فاهمه. يعني لو لبسنا كده في صوابعنا حاجه بتبرق، يعني نفرح بنفسنا شويه، يعني علشان انت مكسوفه وانا كمان. والله ما بترديش ليه؟ يسرية، انا بحبك، بموت فيكي وعاوز اتجوزك. فيها حاجه دي عندك مانع؟ يسرية اتكلمي. احمد مش ممكن يعارض في جوازنا. ما تتصوريش قد ايه احمد هيفرح لما يعرف اننا اتجوزنا. في ايه؟ اتكلمي يسرية، انا لازم افهم كل حاجه. مش ممكن اقدر اتجوزك يا عادل. ليه؟ ارجوك ما تسالنيش. افهم من كده ان في حد تاني؟ ايوه. بتحب احمد؟ لكن هو مستحيل يكون بيحبك. احمد بيحبني. ايوه بيحبك زي اخته، هو قال لي. اللي بينا اكبر من الحب. انا مراته. مراته؟ مراته قدام ربنا وضميره. الحملة اللي شنتها لإنقاذ نساء الليل كانت موضوع اهتمام كبير من المسؤولين، وعشان كده المجلس قرر ترقيتك رئيس لقسم التحقيقات الصحفية. دي ثقة كبيرة جدا يا فندم. أظن تقدر تتجوز دلوقتي. مراتك هتكون فخورة بيك جدا. مالك؟ أنا شايف إنك مش فرحان. بالعكس يا فندم، ده أنا فرحان قوي. عن إذنك. اتفضل. اديني المطبعة. كفاية كفاية يا حبيبتي، كفاية. هتموتي نفسك. اموت نفسي؟ انا كنت مدبوحة قبل ما اشوف احمد. كان عباس ذبحني، واول ما قابلت احمد وبعد العباس خلص عليا. انا خلصت خلاص. أهلا يسرية. ممكن ادخل؟ اتفضلي.
ازيك يا يسرية؟ احمد اخباره ايه؟ من يوم ما رجع ما شفتوش ومش عارفة اقابله. حاولت كتير اتصل بيه لكن مفيش فايدة. عادل ارجوك تساعدني، انا غرقانة، ما تسيبنيش لوحدي. طيب ايه اللي اقدر اعمله؟ انا مش لاقية غيرك قدامي، ارجوك تخليني اقابله. انا شخصيا مش عايز اشوفه. علشان خاطري خليك جنبي، لازم تشوف لي حل، لازم تشوف لي حل. اتفضل، ادي 18 لوحات. انا حامله لك السوق بالرسومات بتاعتك. يا سلام، ده انت اسمك ملعلع قوي. متشكر يا استاذ براي. اهلا عادل. اهلا يا استاذ. انا اشتريت 10 لوح من احمد بيه، ولسه انا هبقى الكوميسيونج الوحيد بتاعه في السوق. مع السلامه يا استاذ براي. الله يسلمك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. وعلى فكرة، وحياة النبي يا أستاذ، تخلي امضتك واضحة وتكبرها شوية كده في المنظر عشان اللوح تتباع. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. ازيك يا عادل؟ بلا اسمه كلام يا راجل. انت فين؟ انا موجود يا اخويا، في نفس البيت وفي نفس الجريدة. وحشني قوي يا عادل، بس انا زعلان منك. بقى لا تيجي تهنيني بكلمة واحدة ولا حتى تكتب مقالة عني. مجلات وجرايد كتير كتبت عنك، لكن انت صاحبي وقريبي، يعني يجب تكون اول واحد يكتب. اصلك من ساعة ما رجعت مشغول ليل نهار، اجتماعات ومحاضرات واذاعة وتلفزيون، مش عارف اتلم على نفسي. ما كنتش اعرف ان الشهرة صعبة بالشكل ده. المهم اخبارك انت ايه؟ ام يسرية ماتت. الو. ايوه انا. اهلا. بكره الساعة 11 افتح المعرض؟ طيب انا هكون هناك. بالعكس، ده انا ارحب بتشجيع الفنانين الشبان. مع السلامة. ها، كنا بنقول ايه؟ بقى ام يسرية اتجوزت؟ دي ما كانتش بتشوف تلضم الابرة. الله، مالك يا عادل؟ في حاجة؟ بقول لك ام يسرية ماتت. ماتت. مسكينة. ويا ترى يسرية عاملة ايه؟ هي قاعدة لوحدها في الشقة. تلاقيك دايما بتروح تطمن عليها. فرصة. ازيك يا يسرية، ازيك يا يسرية. فتحتها في الجواز ولا لسه؟ لا. اما انك ندل صحيح. انا اللي ندل. الو. ايوه. لا لا لا، فاكر الميعاد. بعد ساعة هكون في الاستوديو. لا مؤاخذة يا عادل، عندي تسجيل في التلفزيون، لو كنت فاضي تعالى معايا. طب انت لو يعني مش افتكر انك لازم تزور يسرية. طبعا ضروري هروح لها قريب ان شاء الله. وليه مش دلوقتي؟ انا عندي بعد ساعة برنامج في التلفزيون. ممكن في الساعة دي تروح تشوفها. طيب. بقول لك ايه يا احمد، انا مش هقدر اطلع معاك لان ورايا ميعاد مهم. يعني ايه؟ هطلع لوحدي؟ وماله يا اخي، اصل انا لازم اروح الجريدة وهتصل بيك قريب. يلا. وانت كمان يا يسرية وحشاني خالص. كده يا احمد ما تسألش عليا من يوم ما رجعت مصر. كنت مشغول يا يسرية. انا برضه قلت كده، انا كنت بعرف كل اخبارك من الجرايد. ده في حياتك يا يسرية. انا عرفت النهارده بس من عادل. انا ما بقاليش حد غيرك يا احمد، ما تسيبنيش. مش هتسيبني مش كده؟ مش هسيبك يا يسرية. هعمل لك شاي. لا 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 لا،
اصل مش هقعد كتير. معلش يا حبيبي، بكره هنقعد مع بعض كتير قوي. هوضب لك لوحاتك واعمل لك الشاي، مش هغيب من الموديلات بتوعي. انا كبرت يا احمد، وبكره هبقى حرم الفنان احمد حمدي. يسرية، انا عايز اقول لك اعتبريني صديق اخ، هكون جنبك في اي وقت، واذا احتجت اي حاجه انا تحت امرك. انا هسيبك دلوقتي يا يسرية عشان عندي شغل. ها؟ ايه؟ اقول مبروك؟ دفع الثمن. مش فاهم. رفض يتجوزك؟ قال لي اعتبريني صديق اخ. النجل الجبان. انا مش ممكن اعيش بعد كده، انا هموت نفسي. لا يا يسرية، لازم تواجهيه وانا جنبك. ده حقك يا يسرية، حقك. سيداتي وسادتي، مساء الخير واهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الوان من الفنون. بيسر البرنامج انه يقدم الفنان احمد حمدي اللي حصل على الجائزة الاولى في مسابقة الفنون التشكيلية في المعرض اللي اقيم في موسكو السنة دي. زينب الحقي، احمد بره. احمد فين؟ تعال فين؟ استاذ احمد، بيبقى فيه ورا كل عمل فني ناجح الهام معين، حاجة معينة او موديل معينة، مثلا لعبة دور. بدون شك الموديل لعب الدور في إخضاع العمل الفني للمضمون اللي كنت ببحث عنه، وهو الضياع. لو نبص فيها كويس نلاحظ وجود بصمات المأساة رسمها الزمن على وش الموديل. يعني في النهاية بتكون خطوط بتحكي قصة الانكسار والضياع والخوف والوحدة والقلق والفراغ. الله يخرب بيت الحب وسنينه. رايحة فين يا زينب؟ هقابله. هتقولي له ايه؟ اعمل معروف رجعني؟ حبيني؟ شغلني خدام عندك؟ يا زينب عالي حبيبتي، مكتوب. زينب، زينب، ازيك يا زينب؟ كويس. انتي طالعة تلفزيون؟ لا، مستنياك. مش عايز تفتح العربية ليه؟ مكسوف مني؟ لا ابدا، اتفضلي. يسرية، يسرية، انا قلبي كان حاسس زينب هي اللي بعدته عني، مش ممكن ابدا تاخده مني. يسرية مش كده، خليكي عاقلة. لا، لازم اروح لها. زينب،
يمكن انت خدت صورة وحشة عني، لكن أنا صعبان عليا نفسي يا أحمد. مش قادرة أنسى الأيام الحلوة اللي عشناها سوا. مش ممكن تكون نسيتها يا أحمد. ليه تسيبني أرجع تاني للجحيم بعد ما أنقذتني منه؟ صدقيني يا زينب، أنا ما كنتش أحب أشوفك كده، لكن أحيانا الفنان بيكون أناني. حب العمل بيخليه ينسى حاجات كتير. أنا اللي نسيت أنا مين. افتكرت إن الدنيا ممكن تديني السعادة والحب ولو مرة واحدة في حياتي. أنا ما أقدر أعاطفك يا زينب، وأنا تحت أمرك في أي طلب تطلبيه. خدني عندك، إن شاء الله شغلني خدامة. يا زينب، أنا ليا ظروف خاصة تمنعني. أرجوك تفهميني. أنا عارف إنك تعبت معايا. ممكن تقبلي مني دول؟ أنا ما كنتش جاي عشان فلوس. أنا مش محتاج لفلوس. ليه بتجرحني يا أحمد؟ ليه؟ زينب. أهلا عادل، اتفضل. ما تحاولش تهرب بالخمرة. أهرب من إيه؟ ليه كنت بتخدعني وتقولي مفيش حاجة بينك وبين يسرية؟ يسرية؟ أنا عرفت الجريمة اللي أنت عملتها في حقها. أنا مش فاضي أفكر في الحاجات دي. ليه يا أستاذ؟ عشان بقيت فنان كبير؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ عايزينك تنزل من البرج اللي أنت عايش فيه. أنت غلطت في حق إنسانة بريئة كانت تستحق منك العطف والرعاية. أنا طول عمري كنت كويس معاها، وبعدين ابتديت تجرها في طريق زينب. أنت نسيت مأساة زينب؟ ليه عاوز تخلق زينب تانية؟ أنا خدمت زينب واللي زيها أكتر من أي إنسان. خليت ضمير الناس يتحرك عشانهم. أنت كذاب. أنت كنت بتخدم نفسك وتحقق طموحك. عادل، هي دي الحقيقة. تقدر تقول لي ازاي عايز تحرك ضمير الناس وانت ضميرك ميت؟ انت جاي تحاكمني؟ لا، انا هسيبك لضميرك، لكن لازم تثبت انك فنان حقيقي. الفن مبادئ واخلاق يا استاذ. عن اذنك. عادل، عادل. من فضلك عايزة اقابل زينب. لسه ما جاتش يا روحي. طيب اقدر اشوفها فين؟ في الزمالك، بنسيون الاشراف. عفو يا حياتي. بنسيون الاشراف؟ مش ذنبي يا روحي، هم سموه كده. متشكرة. بانها مش موجودة. تفتكر رحت فين؟ تعال معايا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. شكرا. اتفضل يا بيه. شكرا قوي. من فضلك ممكن اقابل زينب؟ من عينيا الاتنين. زينب يا زينب. اهلا اهلا، اتفضل يا جميل. يسرية، عايزة اتكلم معاكي لو سمحتي. تعالي. على فين؟ ما تسيبيها تشرب كاس معانا.
عارفة كويس أنا جاية هنا ليه. إذا كنت فاكرة إن أحمد ممكن يتجوز واحدة زيك تبقي غلطانة. أنت اتخلقتي الحياة دي وهتفضلي فيها. أنا مش فاهمة حاجة. أنت عايزة منه إيه؟ راجل زيادة فوق بقية الرجالة اللي تعرفيهم؟ أرجوكي ما تجرحيش إحساسي. إذا كان عندك إحساس ما توقفيش بيني وبينه. أنا عمري ما وقفت بينك وبينه. أنا شايفاكي بنفسي، إيه اللي وداكي عنده؟ علشان عايزة تقولي إنك بتحبي؟ أنت اللي زيك ما يعرفش يحب. لا يا يسري، ما تقوليش كده. أنا فعلا بحب أحمد، لكن هو عمره ما حبني. أحمد حب اللوحة اللي رسمها. صدقيني يا يسري، انت لسه المستقبل قدامك، طريقك لسه منور. أرجوكي ما تجيش هنا تاني. سامحيني يا زينب، أنا طريقي ضلمة من غير أحمد، مش هشوف النور من غيره. أنا يسري واحد يتحرك من مكانه، ما تشوفش الشارع في الغرفة. قدامي دي بريئة، دي بريئة، دي مش من هنا. حرام عليك، دي بريئة. يسرية ماتت. ليه؟ دي بريئة يا أحمد، دي بريئة، دي بريئة. خليك أنت معاهم. دي بريئة، دي بريئة. يا رسام يا عظيم، اتفضل ارسم. يمكن لوحة زي دي توصلك لنجاح أكتر وأكتر. ارسم 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 ارسم